مساء الخير. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ فيديو على غير العاده ملوش علاقه بالافلام والمسلسلات والراب والغنى والكلام ده كله. بس كده كده يعني الاكونت بتاعي فانا حر انزل اللي انا عايزه يعني. المهم، هتكلم النهارده على حلقه احمد عفيفي وكابتن سعد عبد الحفيظ، اللي نزل تقريبا من يومين. واي حد متابع كوره لو قلت له الاسمين دول هيجري يتفرج، يعني انا متاكد ان الحلقه كسرت الدنيا ترندات والكلام ده كله، ومين حراق ومين مش حراق وبتاع. فانا هقول رايي سريع كده عن الحلقه، بغض النظر والله عن اي ميول كرويه يعني او اي حاجه، او لان في كم معلومات اصلا اتقالت في الحلقه انا لا افقه عنها شيء، وحاجات في التاريخ وحيدر باشا وصالح سليم والكلام ده كله. وانا مش متابع جيد قوي للكره المصريه بهذا الشكل، انا بعرف كل الكلام ده صح ولا لا، ومين قال ايه ومين قال لا. انا هتكلم بس على نقطه، هي اللي بتفرق معايا جدا، هو اسلوب النقاش نفسه. انت لما تناقش حد تتكلم ازاي او تناقشه ازاي. لان انت لو مش محترم الشخص اللي قدامك ولا محترم وجهة نظره فخسرانه. اول خالص كده اصلا انا شايف ان الحلقه يعني انفير، مش عادله تماما. لان انت جبت راجل اعلامي بيتكلم، بيقول بالمنطق، بيتكلم بيقول حقائق، بيتكلم بيقول وجهة نظر بغض النظر هي صح ولا لا. يا عم بيقول اي كلام. هو نظر احمد عفيفي قصاد، انا اسف يعني، مشجع غلس كمان. مشجع، مش قصدي غلس حاجه وحشه، قصدي مشجع شديد، بيتوتر ومش مستحمل كلمه على النادي بتاعه اللي يعني هو الحاجه الوحيده اللي فرحاه اللي عامله له قيمه في حياته. كابتن سيد مش قادر يفهم انه في لقاء والمفروض يسمع ويتكلم. انا هنا بتكلم على اسلوب نقاش. تعال نقول يا جماعه ان هم اتكلموا في حواديت ملهاش علاقه بالكوره، يعني فاكس خالص اهلي وزمالك بقى ومين اللي حرق ومين مش حرق والهري ده كله. واحد بيقول لك حصل فاكت، في حقيقه حصلت يوم كذا تاريخ كذا واحد واثنين وثلاثه. الرد بتاعك يقول لك، يقول له انا جامد. عايز تقول انا جامد يا عم، انا جامد. دي مش مناقشه يا جدعان، دي مش مناقشه يا كابتن سيد. مش عارف ايه، اصل دي حاجات في دماغك والمؤامره وما اعرفش ايه وبتاع، والراجل ما جاب سيره المؤامره ولا الكلام ده. وبعدها بدقيقه يروح يقول له يعني لو الزمالك ما كانش كوره زيزو دخلت، سوري لو كانت دخلت وما كانتش خسر من المصري، كان برضه هينزل البيان. ما انت هو اللي بتبني على حاجات في دماغك واحاسيس في دماغك. طب على الاقل الراجل قصادك كان بيقول حقائق حصلت من سنين، وبس عايز يعرف بس تفسيرك ليها مش اكتر. طب يا جدعان دي مش مناقشه، دي مش مناقشه. انا بكره انا يعني بشيط بغض النظر اصلا انا طرف من طرفين ولا لا. تعالى نقول يا عم اتنين بيتكلموا، واحد بيدافع عن الهوكي والتاني بيدافع يا عم عن الباليه المائي. انا ما بستحملش اتفرج على مناقشه واحد بيتكلم والتاني بيهوهو. مش قصدي على سبب حفيظ انه بيهوهو، بس بيقول كلام ملوش علاقه. نجيب اي حديث قالوه يا عم لما جه قال له ما اعرفش الاهلي انسحب سنه كام وبتاع، طبعا انا ما اعرفش. يروح يجاوب يقول له اصل ما انتظرش. بالنسبه لي ده كان بيحصل، وحصل كتير في الحلقه يا جماعه. الراجل بيقول له حاجه بيجاوب في حاجه تانية. يعني طب يعني لو انت لو انت لهذه الدرجه بتقول ان انت جامد وكل مره انا بضحك عليك وانا مسيطر للدرجه دي، يا عم جيت الحلقه ليه؟ انت كده مش جاي تتناقش، انت كده جاي تثبت ان النادي اللي انت او الطرف اللي انت بتنتمي له جامد اول درجه ان انت مش عارف تتناقش معاه اطراف تانية. دي حلقه سيئه جدا يا جدعان. انا نسيت اقول رايي في اول الفيديو، دي من اسوأ الحلقات اللي شفتها لابراهيم فايق، وانا ابراهيم فايق بحبه جدا جدا من زمان. انت مش جايب اتنين فير بيتكلموا، جايب واحد بيتكلم والتاني هيقول افيهات هو مش محترم عفيفي ولا محترم النادي اللي بيتكلم عنه ولا بيحترم وجهة نظره. يا جماعه دي مش مناقشه. انا ياما شفت والله العظيم فيديوهات اليوتيوبرز اللي بينكشوا في بعض. يا جدعان محمود ضياء عامل سلسله اسمها عادة مشجع، ياما اتكلم وهزر واتريق وعمل يعني هو سوري وضيوفه مانشستر وليفربول اهلي وزمالك برشلونه ومدريد. يا جماعه كان فيها نقاش منطقي اكتر من كده. وايه قعدة مشجع دي يلا نهلس ونهزر؟ كان فيها كلام منطقي اكتر من كده، كان فيها احترام لوجهات النظر الطرف الاخر اكتر من كده. يعني انا من الناس اللي شايفه ان الكوره من الحاجات اللي تحتمل يعني وجهات نظر كتير جدا، لكن انا ابقى بكميه الغرور ان انا مش مستحمل وجهه نظر بتتقال لي وانا في برنامج تلفزيوني، مش مثلا طالع من ماتش وحران لا، برنامج تلفزيوني. مش مستحمل في اخر مثلا بقول يا عم انا جامد. عايز تقول انا جامد؟ انا جامد ايه يا جدعان العته ده؟ ايه والنبي ده؟ والله حلقه ماشي هجيب ارقام وبتاع، بس اقسم بالله حلقه سيئه فشخ. ولا عفيفي ولع الدنيا وحراق، ولا سيد عبد الحفيظ ولع الدنيا وحراق،
ومناقشه والله ما فيها جملتين على بعض سلام، يقول له يعني كل واحد بيغني فيهم وبيرد على نفسه. حاجه يعني الحاجه الوحيده اللي صعب عليا فيها عفيفي لما بيجاوب بكل احترام وبكل تقدير لابراهيم فايق، بيقول له ايه اهم ماتش او احسن ماتش للزمالك على الاهلي من حيث الاداء؟ قال له ما اعرفش ماتش كام كده تقريبا 3-1 وبتاع. سأل الكابتن قال له كابتن سيد المضحك جدا، قال له الماتش اللي هو 3 الجاي. لو مصر تموتني من الضحك قول لي وانا يا عم يعني اعاملك ان انت يعني كوميديان. يا جماعه تاني انا مش بتريق، دي حلقه سيئه فشخ، حلقه مش فير، حلقه عباره عن واحد كان عنده نيه يتكلم ويتناقش، واحد ما عندوش اي نيه كده ولا عنده احترام للي جاي بيتكلم معاه. شكرا.